من الأحاديث المنتشرة: من كثرت صلاته في الليل حسن وجهه في النهار. فما صحة هذا الحديث؟ إذا عرفت هذه القصة ستعرف الحكم على هذا الحديث. شريك القاضي رحمه الله كان في مجلس العلم يحدث الطلاب، فقال: حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال. فدخل رجل يقال له ثابت بن موسى، وهذا الرجل كان حسن الوجه وكان صاحب عبادة وصاحب قيام ليل. فلما دخل ثابت بن موسى فرآه شريك، توقف شريك عن قول الحديث وقال كلاما من عند نفسه. قال: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه في النهار. فظن ثابت بن موسى بسبب غفلته أن شريكا يروي هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فبدأ ثابت بن موسى يحدث بهذا الحديث ويقول: حدثنا شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. هذه قصة الحديث، ومن خلالها تعرف أن هذا الحديث موضوع لا أصل له، ويعده العلماء من الموضوع من غير قصد. وقد ذكر هذا الحديث ابن الجوزي في كتابه الموضوعات وغيره من العلماء. أخيرا، قيام الليل من أعظم الأعمال، وبيان فضله جاء في كتاب الله عز وجل، وجاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام من قوله ومن فعله، ففيه فضائل كثيرة لا ينبغي للمسلم أن يفوتها.